أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب. مصر لو ما استعمرتش ما كانتش عمرت، يعني ماشيين على خريطة الاستعمار. ما عملناش تنظيم جديد، ما عملناش وحدات سكنية للشباب، هربنا مليارات والشعب قاعد من غير أكل وطعام. 3/4 من الشعب ما يشتغلش. ليه؟ طب شوفوا إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ من ايه؟ اسألوهم من ايه؟ لو لقى لقمة العيش ياكلها هينام مرتاح، لكن هو بنام ايه؟ سبحانك. شعب، وزراء بتوع كاسات بيشربوا خمور في النوادي، يحلفوا على القرآن عشان يهربوا المليار، والمدارس هتعمل لهم ايه في الآخرة؟ قارون وما قضى. ايه ده؟ الذمة المالية يمسكها بطرس غني ورئيسنا مبارك، يلعبوا في البورصة يخسروا بالمليارات. هم بيتكلموا على 50-60 فدان، ده عندي اخبارهم كلها. ده كمال الشاذلي واخد 14,000 فدان في جمهورية مصر العربية، والشعب طلع مش لاقي ياكل. كنا قومنا علشان الوطن الغالي ده، دخلنا محتقلات وتبهدلنا وطلبنا المواد. سبحانك. مش كده يا شباب، مش كده. ده ازاي مصر كانت مستعمرة وخيرها كان فيها؟ يعني مصر لو ما استعمرتش ما كانتش عمرت. ماشيين على خريطة الاستعمار. وحدات سكنية للشباب، عملنا مليارات وهربناها بره. وزراء بتوع كاسات بيشربوا خمور، سهرانين في النوادي، ما بياكلوش في بيوتهم، لا اكلهم بيجيلهم من بره، والشباب مش لاقي ياكل ذره. انت نازل ليه؟ انا النهارده نازل زي ما كنت بنزل في ال 12 شهر اللي فاتوا، عشان في ال 11 شهر اللي فاتوا عشان اسقط الحكم العسكري، لان انا ما بقتش بقبل خالص بالوضع دلوقتي. ما ينفعش يقعد خالص كده، كتير قوي عليه. سيبناه. لو لاحظنا حتى في كل شهر، في 2 حصلت موقعة الجمل، في 3 فضوا الاعتصام، في 4 حصل اثبات 8 ابريل وكشف على عذرية البنات. في كل شهر هنلاقي ماسبيرو ومسرح البالون. في كل شهر كانوا قادرين جدا اللي هم يقتلوا مثلا زي 10. الناس كلها كانت بتنام، كله كان فاكر الجيش حبيبنا، لحد بقى ما اوريدي الناس ابتدت تفوق. وكمان اللي بوظ الدنيا استخدامهم للطلق الناري الحي اللي ضربوه بينا. فكفايه عليهم كده. وانا بصراحه انا ما عنديش استعداد اقعد لحد شهر 6 الجاي مستنيهم يخلصوا، لان انا مش ضامن اللي هيحصل ايه. كل شويه ممكن يقتلوا فينا، وبعدين هنفضل لحد امتى كده؟ انا اخرهم معايا يوم 25 واحد، بعد كده مش هنسكت.
دلوقتي انت واحد نازل تتظاهر، والاعلام بيقول عليك ان انت بلطجي، ايه رايك؟ الاعلام المفروض بعد ثوره 25 يناير كان يتغير، بس هو طبعا ما اتغيرش، والقناه الاولى والثانيه والقنوات المصريه بتاعتنا فضلت زي ما هي، وحطوا وزير اعلام، وطبعا ما فيش حاجه اسمها وزير اعلام في الدنيا، ده حاجه حريات الاعلاميه، وطبعا في برامج كتيره مش محايده ومحرضه زي احداث ماسبيرو، انزل احمي الجيش بيتضرب، وادى الى ناس كتير ماتت يعني، ولغايه دلوقتي الاعلام ما تصلحش. بعد احداث مجلس الوزراء برضه راحوا مطلعين دول بلطجيه اللي في الميدان، ومش لا يمثلوا اي حد من الشعب، ماشي ما بيمثلوش حد من الشعب المصري ولا بيمثلوا غير نفسهم، بس مش معنى كده انك تطلع تشوه سمعتهم وتضرهم وتقول ان دول هو شباب زي الفل ده يبقى بلطجي؟ والله شباب زي الورد، وكفايه اللي راحوا الشهداء. عمالين بيقولوا علينا بلطجيه وطلعوا كل شويه في التلفزيونات ويغيروا. مفيش يا بابا، ده كلام عشان خاطر الفلول بتاعت مبارك، دي فلول مبارك دي، انما هو مفيش نوع الدكتور ده صايع والشيخ ده صايع، ده بلطجي، دول البلطجيه دول بلطجيه دول. بيقولوا الجيش ما ضربهمش. الماشيين دول ايه؟ بيقولوا الجيش ما ضربهمش. لا ضربهم وبهدلهم، والجيش وطنطاوي ما يقعدش، طنطاوي ينزل ويتبهدل زي ما اتبهدل مبارك، ومبارك اتبهدل؟ ما اتبهدلش، احنا اللي اتبهدلنا لسه يعني ولا كان فيه. ده راجل شالوا علي بابا، فضلوا ال 40 حرامي، وال 40 حرامي مش عارفين الفلوس بتاعتهم، مش عارفين يمسكوه. طب وده كلام؟ احنا اللي متبهدلين، احنا اللي ضعنا، شبابنا اللي زي الورد ده اللي راح، شهداء زي الفل، الدكاتره والمهندسين والناس المحترمه، واحده ست يضربوها كده في الشارع، بنت تتبهدل البهدله دي شارع. بيقولوا على الصور هم اللي مركبين الصور. ايه؟ بيقولوا على الصور هم اللي مركبين الصور. ده كلام برضه. دي يا اخي قدرها اختك ولا قدرها بنتك ولا قدرها مش عارف، يقوم ينط عليها بصدرها كده بالجزمه بالجزمه في اليهود ما عملوا كده، وبالعصا، والله يا بنتي اليهود ما عملوا كده.